يدار. قامت بلا شعور تحمل طفلا على كتفها، وصلت وإذا لمه على ذلك الناعي بشر بن حذلم، صارت تتخطى إلى أن وصلت. يقول بشر: تأملت في تلك المرأة وإذا بها نحف جسمها، احدبدب ظهرها، شاب رأسها. قلت: هذه أم البنين. شلون أخبرها بأولادها الأربعة؟ ممكن تموت، ممكن تفارق الدنيا. قلت أمهد لها واحدا بعد واحد: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في ولدك جعفر فقد قتل. قالت: الخلف في حبيب رسول الله. قال: عظم الله لك الأجر في ولدك عون فقد قتل. قالت: الخلف في حبيب رسول الله، أخبرني عن الحسين. وصل إلى أبي الفاضل، خر الطفل من على كتفها: بوش، قطعت نيات قلبي، أخبرني عن الحسين. سكت هنيئة: بوش، ما الذي جرى على الحسين؟ قال: يا أم البنين، لقد ذبحوه وذبحوا رضيعه على صدره، وداست الخيل على صدره، وعلي رأسه على القناة، خرت على وجهها تنادي: وحسين، تنادي: وحسينا. أفاقت بشر: أين زينب؟ قال: إنها على باب مسجد النبي تنعى حسينا. أقبلت أم البنين، ساعة تمشي وساعة تكبو، إلى أن وصلت وإذا بحلقة من النساء. امرأة إلى أين؟ صاحت: أم البنين الفاقدة 4 شباب. أين زينب؟ سمعت زينب صوتها، صاحت: أفرجنا لها طريقا، أفرجنا لها طريقا. دخلت أم البنين، توسطت حلقة النساء، صارت تتصفح في الوجوه: أين زينب؟ أين مخدرة علي وفاطمة؟ أين زينب؟ أين ابنة النبي؟ أين حبيبة رسول الله؟ وإذا بامرأة جالسة على باب مسجد النبي، شاب رأسها، نحف جسمها، احدودب ظهرها، تؤن أن: يا يما أنا زينب دعذريني، يا يما أنا زينب دعذريني، مصايب كربلاء دهتني وعمت علي. أقبلت زينب: ما فعلت كربلاء بكم؟ صاحت: ما اقدر اسولف بالجرى، لا تنشديني، قلبي موزع والسهر عامي، عيوني الآمال ضاعت والدهر خيب، اضلوني راحوا وجتل كلهم طبق والتالي حسين. صاحت أم البنين: زينب، أقسم عليك بقسم. ما هو هذا القسم؟ صاحت زينب، صاحت: يا زينب، وحق اللي الظالم سطرها، أدري بعملة كربلاء شايد، لكن 3 نشدات وضحي لي خبرها، وادري على شرح المصايب ما تقدري. أريد نشدك فاز بالناموس عباس، أريد نشدك فاز بالناموس، وصدر الشهيد حسين بخيول العدا
وانتي دخلتي مكتفة بديوان الرجاس بالحبل مربوقات وياك النساوي.